السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت حبات القهوة، والطلب مني كتير قوي. هنبتدي الأول بمعلقة أو معلقتين من القهوة سريعة الذوبان، أو النسكافيه. الحاجة اللي هي تقدر تبقى سريعة الذوبان، وعليها معلقتين من المية الدافية. هنقلبهم مع بعض كده وهنسيبهم على جنب. وبعد كده معانا هنعاير نص كوباية من السكر البودرة. لو ما عندكيش سكر بودرة ممكن تستخدمي السكر العادي الناعم، عادي طبيعي خالص، نص كوباية. المقادير ديت هتستخدمي لها كوبايتين من الدقيق. كوباية الدقيق بتطلع معاكي 45 حباية، يعني كوبايتين هيطلعوا معاكي 90 حباية من حبات القهوة ديت، وهيطلع طعمه تحفة. معايا كوباية من الزيت العادي خالص. الوصفة دي معايا لا هنستخدم فيها سمنة ولا زبدة ولا بيض. معايا رشة من الملح، وهنحط يعني معلقة صغيرة من الفانيليا عشان تعزز بس النكهة. وهنبدأ نقلب كده، ونعمل حسابنا في ان احنا واحنا بندوب بالمضرب نتلافى التكتلات بتاعة السكر. نحاول ان احنا على قد ما نقدر نقلبها لحد ما السكر يدوب خالص في الزيت. زي ما انتوا شايفينها كده، بحاول ان انا على قد ما اقدر اضرب بالمضرب جامد، بحيث ان ما يبقاش فيه تكتلات خالص من السكر، او السكر يتكتل على جنب. دلوقتي بعد ما النسكافيه او القهوة دابوا، بضيفهم على المواد السائلة اللي احنا قلبناها. نبدأ نقلب تاني بالمضرب. القهوة او النسكافيه سريعة الذوبان اللي انتي حطيتيها ديت بتعزز نكهة الكاكاو، بتديلها طعم، لكن لا هتسهر الاطفال ولا هتحسي بطعم القهوة ولا النسكافيه خالص اطلاقا. دي نص كوباية من الكاكاو الخام. نقلب كده لحد ما تدوب خالص، وبعد كده هنضيفه على كوبايتين الدقيق مع معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هنحط معلقة من البيكنج باودر على كوبايتين الدقيق، وبعد كده هنبدأ نضيف عليها المكونات السائلة كلها. نحاول ننزلها كلها، ونبتدي نقلب شوية بالمعلقة وشوية هنحتاج ان احنا نقلب طبعا بايدينا. نستخدم ايدينا عادي خالص، ونبدأ بعجن الكمية كلها لحد ما القوام يصبح قدامنا متجانس كده. اقدر اشكله كرات صغيرة خالص بحجم كرات القهوة. لو حبيتي ان انتي لقيتي ان العجينة مفرفتة معاكي او فيها مش راضية تلم مع بعض، بتزودي شوية زيت او مية دافية، يعني الموجود عندك بتبتدي تضيفيه، بحيث ان المواد السائلة دي تخلي العجينة تمسك مع بعضها. انا حسيت ان القوام كان محتاج ان انا اضيف عليه شوية مادة سائلة او مادة من المواد الدهنية او المية
الدافية ضفت عليها، وبعدين ببدأ اشكلها زي ما انتوا شايفين كده. بحاول ان انا اجيب قطعة صغيرة وابدأ اضم عليها او اضغط عليها بايديا بطن ايدك كده لحد ما تعمليها وتشكليها على هيئة كورة صغيرة في حجم حبة القهوة بالظبط. بص شكلها جميل جدا جدا، وهقول لكم هتشكلوها بايه بطرق بسيطة جدا وحاجات كلها موجودة متوفرة عندنا في البيت. هعمل معاكم كذا واحدة كده وهقول لكم الشكل بتاعها هنشكله ازاي. طبعا ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتدوسوا اشتراك عشان يوصلكوا كل جديد من تكات ماما مها. البسكوت ده جميل جدا مع كوباية النسكافيه او كوباية القهوة بالنهار. في بعض الناس بتحب تشرب او تاكل حاجة مسكرة مع كوباية القهوة او النسكافيه. دي عاملة مزيج ما بين الشوكولات وما بين النسكافيه، بين البسكوت، يعني واخدة كل حاجة. والشكل طبعا حبات القهوة بتاعها لذيذ وبيفتح النفس، زائد الطعم هيبقى خرافي زي ما انتوا شايفين كده. التشكيل بقى بالنسبة للسكينة، السكينة العادية خالص اللي عندك، مش من الناحية المشرشرة، بظهر السكينة، وهتبتدي تعملي حتة صغننة كده تنزلي بيها بحيث ان انتي ما تنزليش للاخر خالص فتقسمي الكورة كلها او حبة القهوة. هتشكليها بس عشان ما تفتحش منك في التسوية. زي ما انتوا شايفين كده انا يا دوبك شرطت حتة صغننة قوي بالسكين. بعد ما اخلص الكمية كلها هرجع لكم. دلوقتي بعد ما سويتها وده شكلها النهائي بعد التسوية. يا رب ما كنش طولت عليكم وعملت لكم حاجة سريعة، واكون عملت لكم حاجة يكون طعمها حلو. يا ريت تكتبوا لي في التعليقات بعد ما تعملوها ايه رأيكم في طعمها. و... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.